أهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج الصحة. النهاردة هنتعرف على محلول هو الأكثر استخدام في المستشفيات، هو محلول البرفلجان. البرفلجان المادة الفعالة بتاعته الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين، وهي مادة بتستخدم كمسكن وبتعمل على منع تكوين نواقل معينة مسؤولة عن الألم في الجهاز العصبي المركزي، بالإضافة إلى إنها بتشتغل كخافض للحرارة. التركيزات بتاعته بتيجي زجاجة محلول 100 ملي فيها 10 ملي جرام لكل ملي، وممكن كمان الباراسيتامول يكون على شكل أقراص بيجي بتركيزات 500 ملي جرام و1000 ملي جرام، وكمان بيجي على شكل البوس. استخداماته: أولا بيستخدم كمسكن للألم زي آلام الظهر وآلام الأسنان، يستخدم كمسكن لعلاج الصداع، كمان بيستخدم كخافض للحرارة. رابع حاجة، بيعتبر أفضل مسكن في حالات الحمل. طب إيه هي الأعراض الجانبية اللي ممكن تظهر عن استخدامه؟ الجرعات الكبيرة ممكن تسبب تسمم الكبد، عشان كده لازم يكون تحت إشراف الطبيب. طيب علاج التسمم ده بيكون عن طريق استخدام فوار اسمه الأسيتايل سيستين. ركز بقى في الكام معلومة اللي جايين دول. رقم واحد، لا يجوز تناول أكتر من 4 مللي جرام في اليوم بالنسبة للبالغين. المفروض الجرعة القصوى بتاعتهم بيكون من 4000 مللي جرام أو 8 أقراص من اللي هم 500 مللي جرام. أما بالنسبة للأطفال اللي أقل من 12 سنة، الجرعة الموصوفة بتاعتهم من 2.4 مللي جرام في اليوم. تاني حاجة، عشان تستخدمه ويجيب معاك فعالية كويسة لازم تكون درجة الحرارة أقل من 38 درجة سيليزيوس. بعد كده، مادة الباراسيتامول موجودة في البنادول الأزرق والستال والأدول والبارامول، وأحيانا بيكون مضاف ليها الكافيين علشان يزود من الفعالية بتاعتها، وده موجود في البنادول الأحمر. بس كده، ده كان كل حاجة عن البرفلجان. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.